طارق حامد كان بيقول ايه في الفيديو؟ بيقول لك ان رئيس الزمالك اتفاوض معايا بشكل صوري قدام الجمهور، وبعد كده اتهمني بالخيانة والتمرد. تمام. بيقول لك لما رجعت من كأس العالم 2018 لقيته باعت الاستغنى بتاعي لنادي بيراميدز بدون ما يقول لي، وانا اللي اصريت ان افضل في نادي الزمالك واكمل في نادي الزمالك، مع اني كنت هاخد فلوس اكتر من اللي باخدها في الزمالك. ده يعني وان دل هيدل على حاجه واحده، ان مرتضى منصور كان عايز يكسب من طارق حامد مكاسب خياليه في الوقت ده، في الوقت اللي هو باعه فيه، اللي هو وداه اللي هو 2018. وطارق حامد انا مش عارف هو طلع ليه النهارده يتكلم، يعني مش عارف هو بقاله قد ايه، بقاله كتير ماشي، بس مش عارف هو طلع النهارده يفضحهم ليه. مش عارف صراحه. هنعرف.